السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة عملنا لسان العصفور باللبن، حاجة كده سهلة وبسيطة وسريعة، مفيش أحسن من كده، وسخن ودافي. عايزة أقولكم حلوة قوي 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 في الساعة دي. تعالوا كده يلا ندخل على المقادير. مقاديرنا النهاردة مش قادرة أقول سهلة وبسيطة، الأسعار بقت غالية يا جماعة، مفيش حاجة بقت سهلة ولا بسيطة. لسان عصفور، مية، لبن، سكر من أبو 50 جنيه. أبو 50 جنيه سكر، حتة سمنة، ومعانا طبعا الفانيليا. تمام. انا كنت بادئه باول حاجه، حاطه الحله بتاعتي على النار وكانت سخنت، نزلت بالسمنه من الغاليه بره. غاليه قوي. احنا هنعمل ايه يا جماعه؟ هنعمل ايه في اللي بيحصل ده؟ اسعار ربنا يرحمنا برحمته يا رب. وننزل بلسان العصفور الغالي. احنا هنمشي بعد كده نقول الاسعار قبل ما نطلب، يعني لو حضرتك لسان عصفور من ابو 100 جنيه، من ابو 30 جنيه. عطيته بقى اللون كده وبدات اقلب فيه كويس قوي، تقريبا ما شلتش ايدي طول ما هو بيتحمر من تقليبه، عشان ما ياخدش لون وحاجه تبقى اغمق وحاجه افتح. بصوا بقى اللون بتاعه، الله عليك يا سيدي، ذهبي وجميل ازاي ولونه كله حلو ازاي. لما اخد اللون اللي انتوا شايفينه دوت، انا طبعا كنت نازله عليه بالميه. المج اللي انا وريته لكم من الميه، انا تقريبا حطيت حوالي 2 منه، لاني انا عملت له سوا كامل في الميه، سويته سوا كامل، لاني انا بحب يستوي كويس قوي من الميه، وبعد كده لما احط له اللبن ما بيشربش اللبن. لكن لما بيكون لسه ناقص سوا وبتحطي فيه اللبن، للاسف بيشرب اللبن وبيبقى بعد كده كله بقى نشا وكتل كده، ما بيبقاش لطيف خالص. لكن انا بسويه الاول في الميه. بصوا هو هنا بدات اللي هو ياخد السوا، النص سوا، انا هسيبه لغايه ما يستوي ويشرب الميه كمان بتاعته. اهو هنا كان استوى خالص. الله لونه حلو قوي قوي، طعمه كان حلو قوي يا بنات، قوي 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 قوي، هيعجبكم. اخد بقى السوى الكامل بتاعه، نزلت عليه بمج الميه عشان هو كان مستوي. عايزه اقول لكم ان يعني مجرد الاسفه ده اللبن، مجرد كميه اللبن اللي انا حطيتها دي بانت فيه، واللبن قعد فيه وكان حلو جدا. نزلت عليه بالسكر، طبعا السكر ده حسب الرغبه، لان انت هتدوقيه. هنا كنت بحط نقطتين من الفانيليا مش اكتر. السكر دوقي، يعني انت حاسه انت عايزه تحطي سكر تاني حطي، عايزه تحسي انك تقللي، يعني السكر ما ينفعش اقول لك حطي معلقه ولا كوبايه، لان في ناس ما بتاكلش زي بعض. وسيبته بس ياخد زي ما انتم شايفين كده الغلوه دي، لان هو كان مستوي، بس انا عايزاه يندمج كده مع اللبن وياخد معاه غلوه. فمجرد ما لقيته غلى كده مع اللبن كده خلاص. بصوا بقى هنا هيفضل كده لسان العصفور باللبن بتاعه، مش هيشرب اللبن ولا هيتكتل. تمام. انا مش عايزه اكتر من الغلوه دي، لان لسان العصفور بتاعي كان خلاص مستوي وجاهز. وهبدا بقى احطه في اطبقه التقديم. وبصوا بقى، حلو وسهل وسريع وبسيط ومكلف. جربوه حتى لو بكميات قليله، ومتنسوش تعملوا اشتراك في القناه، وخلي بالكم من نفسكم. باي باي.